انت كي تقول باللي المصريين علموا الجزائريين اللغه العربيه، انا نظن العكس. اسمع يا قزي القرد انت، اول حاجه الرد لك انت والامثالك مش لكل الجزائريين عشان يبقى الكلام واضح للناس كلها. لا لا مصر، انت كان زمانك لحد دلوقتي قاعد ولايه فرنسيه، يعني لحد دلوقتي كان زمانك محافظه فرنسيه لولا دعم مصر ليك ووقفتها معاك. دي اول حاجه. اما بالنسبه للغه العربيه اللي انت علمتها لي، لولا البعث، مش مصر بس هي اللي علمتك العربيه على فكره كمان، لا ده كان فيه متطوعين فلسطينيين من فلسطين المجيده، وكان فيه متطوعين سوريين ومتطوعين توانسي، ولكن كانت بقياده البعثه المصريه. زين. قالوا للشيخ محمد متولي الشعراوي في وقتها سنة 1963: يا مولانا الشيخ خد بعثي وروح علمهم اللغة العربية. الشيخ محمد متولي الشعراوي قال: يا ابوي أنا ما فاضي شيء، ماسك وزارة الأوقاف في مصر وعندي مشاغل كثيرة، وودوهم إيه، خلوهم يا عم محافظة مع تونس ومحافظة مع المغرب وبخروها هي الولاية الفرنسية وخلصوا من الموضوع. قالوا له: والله يا مولانا الشيخ لا المغرب فاضية الأيام دي ولا تونس فاضية، فما عليهش، خذ البعثة أنت وروح. طيب، راح الشيخ محمد متولي الشعراوي يا جماعة ومعاه البعثة المصرية، ومعاه البعثة السورية، ومعاه البعثة التونسية، ومعاه البعثة الفلسطينية. قعدوا سنين وسنين معاكم يا ابو عمو، هم يعلموا فيكم لحد ما تعبوا. اقسم بالله جالهم عيا الراس، اقسم بالله نصهم هرب من هناك. هم عشان يعلموك ويفهموك كي تتحول من الفرنسيه للعربيه نصهم هرب الجن. على فكره اصحاب البعثه كلهم ماتوا يعني الله ربنا يحمينا يعني. فالمهم يا ابو عمو، بعدها بفتره وسنين وبعد ما تعبوا وشافوا المرار الطافح معاكم، جاء هواري بمدين قال لك: انا عاوز نعمل اختبار للموظفين ديال الدوائر الحكوميه، الموظفين اللي هم بتاعت الدوائر الحكوميه، نعمل لهم اختبار نشوفهم يتكلموا عربي ولا لا. راح عمل لهم الامتحان ده هواري بمدين، ما فيش ولا واحد نجح ولا عرف يكتب حرف عربي يا ابو عمو. بالله عليك ما تتعبنيش فتقول لي منين انت جيت علمتني اللغه العربيه. طيب سيبنا منهم هم وسنه 1963 ولا 67. طيب وانت النهارده جاي تقول علمتني العربيه وانت ثلاث ارباع كلامك فرنسي، يعني ثلاث ارباع كلامك فرنسي وانت تقول علمتني العربيه. طب اتعلم انت العربيه الاول وبعد كده تعال علمني. يا ابو عمو انتوا قبل كده قعدتوا تقول الهرم بتاعكم والفراعنه جدودكم وتخطوا مشرق ومغرب واحنا ساكتين. اقسم بالله اسمع يا ابو عمو، دلوقتي الجو رمضان بالله عليك وانا ما حملش وجع قلب، سمعناي؟ يا اما تسكت يا اما علي اليمين بعد ربع ساعه بالضبط يصدر قرار وتتقسم ولايه لتونس وولايه للمغرب ويتبخر وانتهى الموضوع على كده وما توجعش راسي اكتر من كده تاني. سمعت ولا لا؟ واياك ترد علي قبل العيد ما يخلص، بعد رمضان لو ما ترد علي. سمعت ولا لا؟ عشان انا ماسك لساني بالعافيه. يلا رمضان كريم.